تم اغتيال مواطن جزائري شاب يسموه مبارك مولاي في عمره 21 سنة 22 سنة. قتلوه في تندوف في طريق اللور. طريق اللور راهم يعرفوها الناس اللي عايشين في تندوف، اللي هي الطريق اللي تدي من ثم للمخيمات تاع البوليزارو او البوليزيرو. اللي قتله واحد من بوليزاريو في سيارة مرسيدس، طحنه، فات عليه طحنه، هو عنده سونطر، وهذا الجون طحنه، فات عليه فركته وهرب في حال عطاها. وبعدها فتحوا ما يسمى بنظام العصابات اللي يتمثل في لابوليس كوميساري، هذو قاع تاع نظام قاع كلهم. فتحوا التحقيق، وبعد ما تبين ان اللي قتلوا فات عليه طحنوا بالطوموبيل، خاطر لما قاع يكسبوا مرسيدس اس اش. بعد ما عرفوه باللي اللي قتلوا هو من جماعة البوليزيرو وعطاها الى المخيمات، كانوا حلوا تحقيق يومين ولا ثلاثة، وبعدها غلقوا التحقيق مباشرة لان فيه واحد من البوليزيرو. ثم قلت لكم شوفوا في تندوف، قلت لكم ذاك العام توشي مس المؤخرة تاع تبون ومس المؤخرة تاع مرت تبون، وما تمسلهمش واحد من البوليزاريو. ماشي ما تمسهلهمش كأنك تعتدي عليه، نو، ما تمسهلهم لا بطريقة قانونية ولا ماشي قانونية. يعني حتى ويكون قاتل ما عندك ما دير له، وممنوع لك تهضر معاه، وممنوع لك تدخلها الحبس. يدخلها الحبس راك مريض. دخلها الحبس، هي دخل شنقريحه الحبس، وما تدخلش واحد من البوليزير. شنقريحه اون بيرسون دخلوا الحبس، وما تدخلهمش غلام من غلمان البوليزير. نو يا عزيزي المواطن، الان وصلوا حتى مام يقتلوا الشعب الجزائري في تندوف نورمال، عادي بالنسبه لهم. شفتوا ولا ما شفتش؟ ها وين راه واذا ما تعرفش هاد الصوالح روح لتندوف. ما غاديش تروح تجي فيزا باش تروح لها ولا نو، تروح تشري بي اللي عنده ولا بس عليه يشري بي تاع طياره يهودك لتندوف، واللي ما عندكش تروح قبض كار ولا في الطاكسي وهو تندوف. شوف بعينك يا خويا، ما تقدرش دير كاع هاد الصوالح. حوس على كاش واحد من تندوف في الفيسبوك ولا سقسي، يقول لك كي دايره ثم، يقول لك طغاو احتلال. تعرف شنو محتلينها ولا ما ماكش عارف؟ النص داينه لي زون ميليتير ولي باز ميليتير، النص داينه البوليسير. كاين ناس ولات راهي صحاب املاك من البوليزاريو في تندوف، راه عندهم املاك والجزائريين خدامين عندهم. زيد سقسي الناس في تندوف او روح وشوف بعينك، تكونش يستحمر فيك ولا مش عارف انايا الاشاوس في الفيسبوك ودير لك صوره تاع الاشاوس والميك طالعه والفونطوم فايته والخلايع والخلفيات السوداء والعيون الثاقبه ومسمي روحهم هذوك خرده بلونطوات تاع مخابرات قاعدين يتبالوا عليك وقاعدين يمانيبيلو فيك وقاعدين يردوا فيك يستجحشوا فيك في وقت التكنولوجيا، في وقت اللي راه كلش باين. دخل وشوف بعينك وروح وشوف بعينك، وكما يقولوا دنق، كما قالوا خوتنا ناس الطيف، تحياتي يا خوتنا الطيفيه، ودنق بعينك مليح وشوف كيف دايره المرميطه تاع الصح. ماشي واش ان هذه واحده من هذه القضايا ما يحكولكش عليها. هذه ها ولا قتلوا شاب ما يحكولكش عليها في الاعلام، بل يتستروا عليها. مفتاح التحقيق في قضيه مقتل هذا الشاب بعدها، بعد ما ثبت باللي مرتكب الجريمه لانها جريمه. شوف ديجا القتل وتهرب وتخلي الضحيه بعد ما قتلته، فهذه تعتبر جريمه. كاين جريمه تاع عدم مساعده شخص في حاله خطر، هذه جريمه. ديجا غلق الملف والتستر على الجريمه فهو في حد ذاتها جريمه. غلق الملف جريمه، تغلق ملف وانت مازال ما حكمش المتهم او القاتل، هذا ما هي جريمه. هذو كلهم جرائم في حد ذاتهم. ما تجي تقول لي ضربه تاع طوموبيل وسلام وصاي، هذه حادثه تصرى، هي حادثه تصرى، بس على الاقل
شوف شنو نقول خاوتي، خليها الله وخلاص. كون تشوفوا شرا صار يتم راسك يحبس. هذا هضره يضلك فيها واحد عاش تما وشاف مليح كيفاش دايرين. نهار اللي تعجرهم مليح تعرفهم، نهار اللي تعجرهم تعرفهم. زيد كذلك في نفس المكان. شو باش نعطيك ان اكزومبل، مثال بسيط. المواطن الجزائري والبوليزايرو، هذه قضيه صارت عندها واحد حوالي 10 سمانه هكا، عندها واحد سمانه 8 ايام. هذه صارت في تندوف كذلك. واحد مهرب، خاطش هذاك خط تهريبي، هذيك المنطقه تاع التهريب يعطوا قتله التهريب يوصلوا عباك بلي يوصلوا لاكروشاج بيناتهم تما في المخيمات. الكلاش خباط في بيناتهم، اكروشاج البلوط داير حاله على جال التهريب معذبين في ديك المنطقه، يهربوا كلش. كاش نهار تصيبوا مهرب لكم شنقريحه تما، ولا مهرب لكم كاش شاف صوص تاع تندوف مهربينه داينه ثما كراهينه. التهريب ثما كحلا يودي وين تبان هذيك لازون تاع مغنيه ولا زون تاع تبسه، ما تبانش لان هذيك عليها تغطيه اعلاميه كبيره. كي تشوف الاعلام واش يهضر على مغنيه واي تقول انت هنا في بنادو الزويه بني بوسعيد والدنيا، ولا تروح للشرق جويه تبسه تقول انت هنا. هذه هي التهريب. يا ودي التهريب لو كان كاين تغطيه اعلاميه على التهريب في الحدود تاع تندوف، يا ولو كان يذهب يتهرب من ثم ويدخل موريتانيا الروجي الاصفر. اذهب بالقناطير تفوت من غار جبيل وتفوت غير الماركه الماماي تاع الذهب، غير الماماي. سقسوا العسكر اللي يخدم في تندوف يحكي لكم، يقول لكم امير راح حط يده على الجرح. قولوا لهم يديوكم غير تغطيه اعلاميه واحده. بورطو يوميا يخدموا الازا يعطوكم تغطيه اعلاميه واحده فقط على التهريب في تندوف. كلهم يعطوكم واحده برك، ما يعطوكمش غير واحده. دايرين ثم مشي يا ودي راسك يحبس مالا بالساعة. والحدود تاع تونس والمغنيه والزويه ما صراحه قاطو. هذه قاطو على تندوف. روح ناس يتهرب ثم في تندوف سي محمد السلاح كلش الذهوبات بالقناطر اللي يتخيلها راسك واللي ما يتخيلهاش يتهرب ثم. زهره بن حمو بارك الله فيك اختي زهره، ربي يجازيك كثر خيرك اختي العزيزه. راسك يجمد. نعاود نرجع لكم في المفيد. حوالي قلت لكم باش تشوف المواطن الجزائري والمواطن تاع البوليزيرو. هذه غير باش دير كومباري، باش دير لا كومباريزون بين هاد لي دو. عندها واحد 10 ايام واحد من بوليزاريو جايب 30 حبه تاع تليفون. هذه حاجه بسيطه باش تفهم برك. 30 حبه تاع تليفون مهربها متراسي بها. قبضوه لا بوليس، داوها له. كي داوها له هذوك البوليسيه جايبينهم جدد ثم ما يعرفوش الكود. مازال ما قراوهمش باللي البوليزاريو مقدسه. دير لايف وطيح الشنقريحه وطيح التبون وما تزعلش فركوس وفلوس من هذا الفلاليس. روح هذاك روح اشكى بهم. انا عمري واحد مهرب يروح يشتكي، روح اشتكى بهم. راح اشتكى بهم، قبضوهم دفعوهم، راهم في الحبس تاع تندوف. عندهم واحد 10 ايام، 3 ومنهم اللي راهم في الرقابه القضائيه. باش تفهم المواطن الجزائري يقبضوك ويسيزوك ويدوك كوميساريا ويعروك ويباصوك ورزقك راح ويدولك رزقك في وجهك نورمال. راكم شوفوا خوتنا اللي في التل كيفاش يطيحوا عليكم الفرقونات. بورتو ما راكم لا تهربوا لا والو، يطيحوا على اصحاب المرشيات درفد اديو يدو نورمال. راح بغى يسيها مع واحد من بوليزيرو، صاب روحه لداخل راهم في الدكه وداهم جنايات
قال لها راكم مليح من راسك ولا. واحد الطفل ثاني ما عندهاش بزاف مسكين، ثاني مع طريق البولي زيرو، فات عليه كاميو داه معاه كاع الكاميو كاع لصق له لتحت، تا قدام لتحت قلعها وقاسها وراه وكمل وخلاه. هذه الامور ما تسمحهاش في التلفزيون تاع العصابه، وما تسمحهاش في قنوات العصابات. نتحداهم من هذا المنبر انهم يديروا تغطيه اعلاميه حول التهريب في الناحيه العسكريه الثالثه، وليس في بشار الفوق ولا لا، هو اللي تحت في الثالثه في الفون في لافان تاع لا 3 هو اللي تندوف. وين كاين لا 169 في البطايون لا 48 روح دم وروا لهم واش هو المعنى الحقيقي لكلمه التهريب، واش هي المعنى الحقيقي. وما يتكلم لكش عليها هذو لا معارضه يتكلموا لك عليها اللي شادينها من الوسط، ولا النظام ولا ابواق النظام يحكوا لكش على هذا الشيء. عباكم باللي في تندوف كي يبغي يشتكي واحد من البولي زيرو بوليسي ولا ما يروحش الكوميساريه وما يروحش لا بريغاد، يروح يضرب الباب بركله تاع الشيف سوست. الشيف سوست هو اللي حاكم العسكر في تندوف، يضرب الباب بركله ويدخل عنده. زي محمد ومالك هم الكلاب تاعك راهم جايبينها مورايا يا ودي تشوفها انت تحسب لي هذاك الشيف سوست هو البوليزاريو وهذاك البوليزاريو هو الجزائري، تبقى مخك ماركي ايرور. وليتو تبهديله قدام العسكر يا لي شيف سوست ويا لي زوفيسي تاع العسكر اللي راكم في تندوف، وليتو تبهديله قدام الجنود ولاو يشوفوهم يرخصوا فيكم، راهم يذلوا فيكم. وكاين هضر قال لك المخزن راكم باهدلينكم وراهم اصبحوا اصحاب ملاك في تندوف، صبحوا دايرين لي زوتيل ولي ريستورون والدنيا، ولاد الشعب تتفرج وخدامين عندهم صحاب تندوف. صحاب تندوف ولاو خدامين عندهم ثم خماسه دايرين تير. وتوبا قاعدين غير ساعة روحوا حلوا هذيك الكاي، ماشي مجلة الجيش، كراس المحاولات. مجلة رديتوها كي كراس المحاولات، مجلة الجيش اللي نورمالمون تتكلم على امور تخص الجيش. هما نهار الاول كان يقول لك بعض الاصابع، نهار الاول كنا غير اصابع، وبعد زادوا طوروها ولات الى بعض الايادي. بعض الايادي كانت الاولى بعض الاصابع، وبعدها ولات بعض الايادي وبعدها عفوا ولات بعض الاذرع. بداو يزيدوا لنا غير بشويه، بداو بالصبع ومن بعد ولينا راهم يشكلوا في الجسد بعض الاصابع بعض الايادي بعض الاذرع، ومن بعد ولات بعض الاطراف راهم يشكلوا فيك، راهم يخدموا فيك حتى يوصلوا عندك، حتى يديروا لك ها. مجال الجيش نهار بدات تمعني ولات بعض الاصابع التي كذا 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 قايد هو اللي بداها بعض الاصابع، ومن بعد ولات بعض الايادي بعض كذا وبعض كذا، ومن بعد لا زيدهم شويه بعض الاذرع وعلى الاذرع، ومن بعد بعض الاطراف، ومن بعد خاصكم غير راس، خاص غير راس وصحيح وخرجونا ديريكت فحطونا في مجله الجيش ديريكت مفصل. ها جبنا لكم كور كومبلي، الدنيا مهروده. هما راهم بعدين عادي يصقموا في الكور، ركب له منا ركب له منا ركب له منا كيما البوبيه هذيك تاع اللي تديمونطا هذيك هكا قعد ركب له بعد رجع نقول ها في شحال رانا غير نمعنوكم بزاف ما فهمتوش. ها هما ديريكت. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.